الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يهدؤون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ألا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسماء هؤلاء قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان فأنهى فأخرجهما مما كانا فيه من روحه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم والذي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشرين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة الشافعين ولا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر وأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وكنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
وإذ قلنا وإذ آتينا موسى لن نصبر على وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم عفونا عنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم وما يشعرون يظلمون في قلوب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى فقلنا لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة فباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بالله بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم لرفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا فقلنا في السبت فقلنا لهم قردة خاسئين اليمين فجعلناها نكالا لما بين يديها ومن خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا فارد ولا بك أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكهة لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها مما هي بقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول
لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لنا جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون قالوا ادع لنا وإذ قلتم يا موسى لن وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم فيه تكتمون أم كنتم فقلنا اضربوه ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة لما يتفجر أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا إلى بعضهم إلى شيء وإذا خلا بعضهم إلى بان قالوا أتحدثونهم بما فتح الله ليهاجوكم عند ربكم أفلا تعقلون واستعينوا أولا يعلم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله آدم فلن يخلف الله آده فلا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاتهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل اذكروا لا تعبدون من دون الله إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس واسمعوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم موردون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارهم أم كنتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنبياء أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم إلا بالإثم والعدوان وإن يأتيكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب أفتكفرون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كذلك فما جزاء بغضب
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ولهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وقفينا من بعده بالرسل وآتينا موسى عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول من عند بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون أنبياء وقالوا كونوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم كذلك فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله ليشتروا بآياتي ثمنا بكل ما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وما الله فلا لعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم من يكفرون بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضلهم على من يشاء وبغضب على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق من رب مصدقا لما معهم ولا قل فلم تقتلون أنبياء بغير الله قل فلم تقتلون أنبياء بغير الله أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل بكفرهم إجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ما فيه قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم وإجل بئس ما بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم وويل لهم والله عليم بالظالمين ولا تجدن أحرص الناس على حياة ومن الأشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزاته من العذاب لو يؤمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله ولجبريل وميكال فإن الله عزيز الحكيم وإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدا نبذ فريق منهم يسمعون بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءكم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق منهم من الذين أوتوا العلم درجة من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا به يعلمون الناس وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول الإنس إنما نحن بمسبوق فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه للفقراء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه في الدنيا ما له في الآخرة ولهم من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين عذاب عليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ذلك والله خبير والله يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل على العالمين والله ذو الفضل العظيم ما ننسى من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله له على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير منا للكتاب لو يردونكم بما فتح من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا إن الله بما تعملون بصير وإذ قال وقالوا يدخل الجنة إلا ما كان هودا أو نصارى تهتدوا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب أفلا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن لم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كانوا ليدخلوها إلا خائفين أوقل لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولله والمشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل أنا والأرض ولا كله قانتون بريء السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلنا فيكم رسولا منهم يتلو عليهم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى على شيء حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب ليتلونه كما حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر بها فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة الشافعين ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتاب عليه فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين وإذ جعلنا ميت مثابة للناس وأمنا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأرنا
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كثيرا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزقه أهله من الثمرات رزقا من آمن منهم وإنهم ليظنون فويل بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المسيح فإذ ابتلى وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت الأسود وإسماعيل وإسحاق ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين قال ذريتي قال لا أمة مسلمون مسلمة لك قال أرنا وناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيكم رسولا منهم يتلو عليكم نبأه آياتي فيعلمهم الكتاب والحكمة وعلهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم ربه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدار الآخرة لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر أحدكم الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا فنحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي النبيون موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ونحن له لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن صبغة ونحن له عابدون قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له عابدون مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى تهتدوا
Qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu katara syahadatan indahu indallah zalika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna imawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Ibu